والسلام على اشرف المرسلين. نهار يجي الكلام نهار نقرا نجي الاجتماع ان شاء الله مفاجئ على الجميع. نتمنى ان شاء الله يصير خالد نجيب لنا، نتمنوا فيه الخير لهذه المدينه العزيزه. اليوم بعض الاخوان كانوا معنا، ولكن احنا ما كانوش ديما في الاغلبيه، غير دابا بغاو يديروا الاعلان على انهم باغيين يخدموا المصلحه العامه معنا وبغاو يلتحقوا بالفريق ديال الاغلبيه، ولكن هما كانوا ديما العقليه ديالهم ديال الاغلبيه. وهذه شفناها وعندنا الدليل في التصويت ديال الدورات، ديما الاخوان كيساعدونا في المصلحه العامه، كيصوتوا معنا. والان غير هذا الشيء بغى يتبرهن بلا راهم معنا في الاغلبيه غاديين في المصلحه العامه حتى نهايه هذه التجربه ديال 6 سنين ان شاء الله. ومن 6 سنين الاخر كل واحد غادي يقبض العالم ديالو، غادي يضرب على جهته، وان شاء الله غادي نتلاقاو الى بقينا في الحياه ولا بقينا في هذه الانتخابات، غنتلاقاو في اخر المطاف ان شاء الله، وغادي تكون شي حاجه اخرى ان شاء الله. ونتمنوا التوفيق للجميع وكنرحبوا بهم. خوتنا راهم معنا ديما، وجمال غير عن التعريف كان معنا ساير معنا 6 سنين و3 سنين، والسيد زعما نقول لك الصراحه قلبو ابيض، واخا يهدر ولا ما يهدرش ولكن الامور ديالو معروف. ونتمنوا التوفيق للجميع ومرحبا بكم. هدف النهار يعني بالنسبه لتحقيق السيد الرئيس غنكون يجي مجموعه في المجلس البلدي قوى. الهدف منه يعني باش تزيد غزات هذا المصالح العام، يعني اللي تمسرين يتهم تنغلب الانسان الخاص نشي نخصص الكفوس نعاون على المصالح العام. هو الهدف منه يعني نش الفريق الاتحاد الاشتراكي تغيم وعيد، ولكن هذا الفريق كيلو مازال الاخوان واقعين عاد ديال الحساب. نتمنى غير السيد الرئيس التوفيق في جميع المشاريع في جميع المسائلات، لان توارى يجي تمسريش مهمه، توارى العمل يبقى غزه ديال الصباح، توارى يعني تمسرين ولا بد من شويه الاختلافات، ولكن الحمد لله تمسرين سبحان تقتسم ويحرين. نشكر السيد الرئيس الطاس، ونتمنى ان شاء الله غزه هذه يجي الفريق ديال المجلس قوايا الطاس باش تحقق الطاس تمسرين يتهم تندنا. شكرا السيد الرئيس. بالنسبه للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، كنا حنايا في الفريق ديال المعارضه اونتر بارونتيز، واخا كنا في المعارضه كيف كان كيقول السيد الرئيس، حنايا كنا دائما مع الاغلبيه المصلحه ديال الساكنه. الان انضمينا للاغلبيه، خصوصا وان الدوافع الحقيقيه هي خدمه المصلحه العامه لساكنه بني نصار، وهو ما تنتظره الساكنه التي وضعت فيها الثقه في الانتخابات ديال 2021. ونتمنى التوفيق للمجلس، وان شاء الله نديروا يد في يد مع الرئيس والنواب ديالنا والساكنه وكلشي ان شاء الله مع الامام. السلام عليكم الاخوان، اليوم محمد بن علي عن حزب النهضه. كنعلن رسميا الانضمام الرئيس والمكتب المسير ديالو، ونقول لكم عده الاسباب اللي رجعت خلاني نضم عند السيد الرئيس. اولا نضرب شويه بالريفيه باش الساكنه والناس يعرفوا. اولا مش متوات مع رئيس المعارضه سابقا خو اوامر الانضمام تونسوريو تاع الزميل الساعه السواء كل جميل يقاوم تبوخ مصلحه، يعني هو المصلحه الفاميليه العائليه، مصلحه تنظيم. رغم ذلك الفتره 3 سنين خزع مليح المكتب المسير يخدم يتجاهل على الرئيس، كذلك تولد المشاريع قادر يجي عدة المشاريع على الساكنة وهذا السن شا خدي طول الإنجاز شا خيكوا غادي يعني. ولهذا نشي النهار نشي الأفكار المعاون السيد الرئيس المكتب المسير ديال الناس أكيس النيرين
نسيو الافكار اللي شريتو غادي نفكها كما جابتوها قبل كمعارضه. ولهذا نستاذن السيد الرئيس قام كيتفوز الكفوز نعاون كنخدم نشوف الافكار ونتمنى ان شاء الله من يقيم زي الولايه النجاح التوفيق. هذه وجدت هذه عزم المشاريع المعاونه نصبح السكينه والسلام عليكم. انا من حزب الصلاه والمعاصره، كنت من المعارضه ودابا حاليا غنتموا للسيد الرئيس، ولكن واخا كنت من المعارضه دائما كنا كنتموا الاغلبيه، دائما كنا كنشجعوا السيد الرئيس باش يزيد منا لقدام ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. مولانا رسول الله وآله وصحبه، السيد رئيس المجلس عبد الحليم فوطات، السادة الأعضاء المحترمين، المكتب المسير، الحضور المحترم، السادة الإعلاميين والصحفيين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم المكتب المسير أرحب بالجميع، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي كنت أنتظره ما يزيد أو ما يقرب ل3 سنوات. وأنا في هذا اليوم أشكر الجميع وأشكر الإخوة الحاضرين الذين كانوا ينتمون للمعارضة وحاليا الحمد لله هما معنا من أجل بناء هذه الجماعة الواقعة على الشريط الحدودي للمدينة المحتلة. جد سعيد بتدخلاتهم واعترافهم بالالتحاقهم بالأغلبية، وهذا ما كنت أتمناه منذ زمن طويل. والشريط الحدودي الواقع على مدينة مليلية المحتلة تحتاج لمنتخبون في هذا المستوى كالسيد جمال بن علي الذي دائما يرغب في التسيير من أجل بناء معنا هذه المدينة. وأنا حاولت عدة مرات بإقناعه للتخلي عن المعارضة، والحمد لله وإن كان لا ينتمي حاليا للمجلس نظرا لتقديم طلب استقالته في وقت ما، نحن نعتبره عضو من أعضاء الجماعة لخبرته وحنكته في التسيير. كذلك أرحب بالسيد محمد بن علي نظرا لحماسه والأعصاب أريد أن يستعمل هذا الأعصاب في خدمة المواطن. السيدة مجدولين أشكرها، والسيدة ابتسام، وجميع الأعضاء الذين كانوا ينتمون للمعارضة أشكرهم جزيل الشكر، وأشكر الجميع وأشكركم جميعا بصدق وحنان. لكم مني تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.